يا ترى كام مرة بدأت هدف جديد بحماس نار وبعد كام يوم الحماس ده اختفى؟ كلنا مرينا بالبداية الحماسية دي، سواء كان هدف صحي أو تعلم مهارة جديدة أو مشروع خاص. اللحظة اللي بتقرر فيها التغيير بتكون ممتعة جدا، والخطط بتكون مثالية في دماغنا. لكن لما نوصل لمرحلة التنفيذ بيظهر شبح التسويف والمماطلة. خليني أحكي لك عن علي. علي قرر يتعلم برمجة عشان يغير مساره المهني. اشترى الكورسات الغالية ونظم وقته وكان متحمس لأقصى درجة. أول أسبوع كان بيقعد قدام الشاشة 8 ساعات متواصلة. كان بيشوف نفسه خلاص بقى مبرمج محترف وبيحقق أحلامه. بس المشكلة ظهرت لما الكورس بدأ يبقى صعب ومحتاج مجهود ذهني حقيقي. بدأ يفتح السوشيال ميديا 5 دقايق بس عشان يفصل. ال5 دقايق بقوا نص ساعة وبعدين ساعة كاملة. وبدأ يأجل مذاكرة البرمجة لبكرة، لحد ما بكرة ده ما حصلش أبدا. بعد شهرين الكورسات مرمية واللابتوب بيستخدم بس للفرجة على المسلسلات. طب ليه علي وكلنا بنقع في الفخ ده؟ ايه اللي بيخلينا نسيب الهدف ونرجع للراحة؟ السبب مش نقص الإرادة زي ما كتير مننا فاكرين. السبب الحقيقي علمي جدا وبيتعلق بحاجة اسمها حلقات الدوبامين. الدوبامين هو ناقل عصبي بيخلينا نحس بالمتعة أو المكافأة. لما بتعمل أي حاجة بتسبب متعة سريعة زي الأكل أو السوشيال ميديا، المخ بيغرق في الدوبامين. دي بنسميها المكافأة الفورية أو instant gratification. لكن إكمال المهام الكبيرة زي تعلم البرمجة أو بناء جسم صحي بيحتاج مكافأة مؤجلة. مخك مصمم يدور على أسهل وأسرع طريقة للحصول على الدوبامين. لما تيجي تذاكر البرمجة المخ بيقول الموضوع ده ممل وصعب ومش هتاخد مكافأة دلوقتي. لكن لو فتحت انستجرام المخ يقول يا سلام مكافأة سريعة يلا بينا. بالطريقة دي بتكون بتدرب مخك على إنه يهرب من أي مجهود صعب ملوش متعة فورية. وده هو فخ الدوبامين اللي بيخلينا نبدأ كتير وما نعرفش نعمل إكمال المهام. طب إزاي نقدر نكسر الحلقة دي ونقدر نعمل الالتزام بالهدف؟ السر مش إنك تتخلص من الدوبامين، السر إنك توجهه صح. الخطوة الأولى طبق قاعدة ال5 دقايق. لما تحس إن المهمة صعبة قول لنفسك هشتغل عليها 5 دقايق بس. في أغلب الأوقات ال5 دقايق دول هيتحولوا ل15 أو 30 دقيقة وإنت مش حاسس. الهدف إنك تتغلب على مقاومة البداية، لأن البداية هي أصعب جزء. الخطوة التانية قسم المهام الكبيرة لخطوات أصغر جدا. بدل ما تقول هتعلم برمجة قول هخلص الفصل الأول من الكورس في ساعة واحدة. كل مهمة صغيرة بتخلصها المخ بيحس بمكافأة فورية بسيطة. ده بيساعدك تبني حلقة دوبامين إيجابية مرتبطة بالإنجاز الفعلي. الخطوة الثالثة ربط المكافأة المؤجلة بمكافأة فورية صغيرة. لما تخلص فصل كامل من المذاكرة كافئ نفسك بحاجة بسيطة مش إلكترونية. ممكن تكون كوباية قهوة مفضلة أو 10 دقايق قراءة في كتاب ممتع. المكافأة دي لازم تكون مش بتشتت تركيزك زي السوشيال ميديا. الخطوة الرابعة ركز على النظام مش النتيجة. الإرادة والعزيمة بتنتهي لكن النظام هو اللي بيخليك تكمل. بدل ما تسأل أنا حققت إيه النهاردة، اسأل أنا اتبعت النظام بتاعي النهاردة ولا لأ. الالتزام بالهدف بيجي من الروتين اليومي مش من الحماس اللحظي. الخطوة الخامسة اعمل بيئة صعبة للمشتتات وسهلة للعمل. لو بتذاكر حط تليفونك في أوضة تانية أو خليه صامت ومقلوب. صعب الوصول للمتعة الفورية وسهل الوصول للمهام الصعبة. من النهاردة ابدأ في بناء حلقة الإنجاز الخاصة بيك. فشل تحقيق الأهداف مش نهاية المطاف، هو مجرد إشارة إنك محتاج تغير طريقة المكافأة. تذكر الالتزام بالهدف يبدأ بخطوة صغيرة وبمكافأة واعية. بخطوات بسيطة هتكتشف إن إكمال المهام أصبح أسلوب حياة مش مجرد مجهود خارق. ودلوقتي حابب أسمع منك، إيه هي الحاجة اللي نفسك تكملها؟ وإيه أول خطوة صغيرة هتبدأ بيها دلوقتي؟ شاركنا تجربتك في قسم التعليقات تحت الفيديو. لو الفيديو ده حسيت إنه فادك ما تنساش اللايك والشير عشان المعلومة توصل لناس أكتر. ولو لسه مش مشترك دوس على زرار الاشتراك وفعل الجرس عشان ما تفوتكش فيديوهاتنا الجاية. استنوا الفيديو اللي جاي هيكون فيه موضوع مهم جدا هيساعدكم في حياتكم اليومية. أشوفكم على خير في الفيديو الجاي ودمتم ناجحين.